السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا في البداية بتاعت الفيديو بتاعنا بنصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تاني حاجة، بفكر نفسي قبل ما افكركم بان احنا بندعي لاهلنا واخواتنا في فلسطين، ان ربنا يسترهم، ان ربنا ينصرهم، وان ان شاء الله يكبر بخاطرهم. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ انا جايه ادردش معاكم النهارده في موضوع مهم جدا. الموضوع ده يخصنا احنا كأمهات. الموضوع بيتكلم ان كل ام ليها رسالة. ربنا مثلا هفكركم بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم والسلام. لما جه احد الصحابة بيسأله: يا رسول الله، من احق الناس بصحبتي؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال ثم ابيك. فهنا هنلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى كرم الام اكتر من مره. ليه؟ لان الام بتقوم برسالات كتيره جدا. رساله ان ابنها او البيبي بتاعه وهو في بطنها بيتغذى على لحمها، على دمها، على الكالسيوم بتاعها، على العظم بتاعها. هو البيبي بياخد الفيتامين بتاعه من الام سواء اكلت او ما اكلتش. فدي حاجه. كرمها برضو لما بتتحمل الام الولاده وترضع وترضع ابنها وتكبر ابنها وتغذي ابنها وتهتم بصحته. كرمها برضو لما كانت مع ابنها في سواء في الدراسة، في المجهود الصحي البدني، الكلام ده كله. وبناء على كده ربنا سبحانه وتعالى وضع الجنة تحت أقدام الأمهات. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لك الأم دهيت أنت كابن مش هتخش الجنة غير برضا أمك. الزوجة مش هتخش الجنة إلا برضا زوجها، وهكذا. طيب، في بعض الأمهات بتقدر تربي اولادها وزوجها معاها، موجود معاها، مش مسافر مثلا، لا بيساعدها والكلام ده كله، وبرضه بتقدر تقوم بالواجب بتاعها على اكمل وجه. في امهات تانية بتربي اولادها لوحدها نتيجة بقى ظروف، سواء مثلا منفصلة عن زوجها، زوجها لا قدر الله متوفي، زوجها مسافر، وهكذا. بس هي الحمد لله بتقدر تقوم بالواجب بتاعها على اكمل وجه، بتأدي رسالتها صح. وهنا طبعا انت ربنا سبحانه وتعالى يا امي عظيمه حط الجنه تحت اقدامك. طيب، بتعمل رسالتها انها بتربي، بتعلم، بتكبر، وبتقف جنب ابنها او بنتها لحد ما بتتجوز، وهكذا. هنا بقى ارجع لنفس الكلام اللي انا قلته. هنا اصبح دور الام مرشد، ناصح. مش انت اللي بتقودي بقى الحياه بتاعت اولادك بعد الجواز. انت مجرد بترشديهم، بتقولي رايك، بتقولي نصيحتك، وهكذا. الفيديو بقى بتاع النهارده ده انا جايه اتكلم مع امهات معينه، والحمد لله الحمد لله الامهات دي قله. والامهات دي على فكره برضو امهات عظيمه، بس حبها لاولادها سواء ابنها او بنتها كان حب بالزياده قوي، لدرجه ان هي مش مصدقه ان ابنها او بنتها ممكن يكونوا يقدروا يمشوا حياتهم والكلام ده كله. مش معناه ان احنا هنستغنى عن امهاتنا، لا، احنا هنعرف نمشي حياتنا يا امنا. انت ربيتينا صح، حطيتي جوانا الحلال والحرام، الصح والغلط، فسيبينا بقى احنا نواجه حياتنا. هنا بقى الام لا، انا تعبت في حاجه والحاجه دي بقت بتاعتي. اللي هي هنا بقى بتظهر دور بقى الانانيه بتاعت الام، اللي هي لا ما ترحبش ان ابنها او بنتها يتجوزوا ويبعدوا عنهم، وتفضل بقى تتدخل في كل حاجه. عملتوا ايه؟ رحتوا فين؟ طب جبتوا ايه؟ طب قلت ايه؟ طب هي قالت ايه؟ طيب عايشين ازاي؟ طب انا جايه لكم، انا رايحه معاكم في الحته الفلانيه. مش سايباهم ان هم يشوفوا حياتهم او يشوفوا ازاي يقدروا يعيشوا الدنيا الجديده بتاعتهم. هنا بقى انا بقول للام هنا ستوب، انت كده اللي بتعمليه ده مش صح. مش صح، مش من وجهه نظري انا، لا، مش صح من وجهه نظر كل الامهات اللي موجوده على وجه الارض. انت المفروض سواء ابنك او بنتك اتجوزوا، انت المفروض خلاص انت بتبعدي، بتسيبيهم بقى إيه يشوفوا ازاي هيمشوا حياتهم. ده مش معناه ان انت خلاص دورك انتهى، لا يا ستي، انصحي وارشدي وتابعي اولادك من بعيد، بس ما تتسلطيش عليهم لدرجه ان انت مسؤوله عن كل حاجه. راحوا فين؟ جم منين؟ لا ما تروحوش في الحته الفلانيه، ما تجيبوش كذا، ما تصرفوش كذا، ما تاكلوش كذا. لا كفايه تروحوا، كفايه تاكلوا، كفايه كفايه.
لا هي قالت لك الكلام ده ازاي؟ ما ينفعش انها تقول لك كده. لا لا لا، هو بصلك. لا هو مش عارف هو واخد بنت مين. لا لا، احنا كده بنبوظ حياة اولادنا بطريقة غير مباشرة، ومش هنفوق من اللي احنا بنعمله ده غير لما لا قدر الله حاجة وحشة تحصل ونرجع نقول ايه؟ يا ريت اللي جرى كده. طب ليه؟ ما نسيبهم يعيشوا حياتهم. نفتكر احنا كده كأمهات لما اتجوزنا في الأول خالص، يا ترى لو كانت مامة زوجك أو مامة مراتك اتدخلت في حياتنا، كنا بنعمل ايه؟ بنزعل، بنتضايق. فالحاجة اللي احنا بنتضايق منها ما نحاولش ان احنا نعملها في ولادنا، لان احنا كده بنبوظ لهم حياتهم بطريقة غير مباشرة. لا، نسيبهم يجربوا ويتعودوا ويفكروا مع بعض، وهيخشوا في مشاكل وان شاء الله يعدوا منها. في ازمات هتعدي عليهم يعرفوا هما الاتنين مع بعض ان هما يحلوها ويعدوا منها، وهكذا. مش لازم احنا اللي على طول داخلين بنفكر لهم، احنا على طول اللي بنقول لهم لا ما تقولوش، لا ما تعملوش، ما كانش المفروض يحصل كذا وهكذا. لا، من فضلكم، انتوا ما عملتوش حاجة ما اتعملتش. انتوا ربنا سبحانه وتعالى او احنا كأمهات لما ربنا سبحانه وتعالى حط الجنة تحت أقدامنا نتيجة، يعني انت فاهمة يعني ايه الجنة تحت أقدامنا؟ دي حاجة عظيمة جدا. ما ادهلناش كده، لا، ده نتيجة المجهود اللي احنا عملناه واللي احنا بنعمله وهنعمله. ربنا سبحانه وتعالى حط الجنة تحت أقدامنا. فانت الجنه ديت ما جاتلكيش من فراغ. فما تحاوليش ان انت يكون لك اكتر من حقك في حياه اولادك لما يتجوزوا. انا هقول حاجه بجد والله، وربنا يعني هيحاسبني على اللي هقوله ده، واكيد بنتي هتسمع وزوج بنتي ان شاء الله هيسمعوا الفيديو ده. ولو انا اللي انا بقوله مش حقيقي هيكتبوا لكم، وانا هو بقول اكتبوا لو انا اللي بقوله ده مش حقيقي. انا لما بتيجي بنتي مثلا هي وزوجها عندي، طبعا احنا كل اللي في البيت بنبقوا فرحانين جدا لما بيجوا عندنا. يعني انا نفسي يجوا يعيشوا عندنا، بس طبعا لا، لازم يعيشوا حياتهم ولازم يروحوا ويبقى لهم بيتهم وحياتهم وشغلهم ويعرفوا ازاي يديروا حياتهم. فانا ما اقدرش اقول لا لا. لكن لما تيجي مثلا تقول احنا هنبات عندكم، طبعا ده حاجه جميله جدا. لما بيبقوا ماشيين بيبقى بجد كلنا لا يا ريت كانوا قعدوا معانا زياده، يا ريت يا ريت، وهكذا. معوده بنتي على حاجه، انتي ما تشتكيليش من جوزك، وفي نفس الوقت اكيد مامة جوز بنتي برضه بتقولوا نفس الكلام. حاولوا تحلوا مشاكلكم مع بعض، افهموا بعض، انتوا جداد على بعض. انت ليكي طباعك وتربيتك وهو ليه طباعه وتربيته، بس انتوا الحمد لله بقيتوا دلوقتي حاجه واحده. لازم نفهم بعض، لازم نخش مع بعض في حاجات، في مواقف، في لا قدر الله مشاكل. لازم انتوا الاتنين تبقوا مع بعض، ولازم انتوا الاتنين تبقوا ظهر بعض. ما بتدخلش في حياتها، ما اسالهاش عن اي حاجه. البنت لو عايزه تحكي لي على حاجه احكي، مش عايزه تحكي لي خلاص. ما بقولهاش قلتي ايه، عملتي ايه، ايه اللي حصل. جت قالت لي انا عملت كذا، جت قالت لي، فانا بقول لها مثلا برافو انك عملتي كذا. طب انا لا يا مامي انا عملت كذا، طب لا لو حصل كذا اعملي كذا. انا اديت نصيحه، اديت ارشاد، ما قلتلهاش لا انت كان لازم تعملي كذا، لا المفروض ما كانش يقول كذا، لا المفروض ما كنتيش تقولي كذا. لا، تماما. قولوا اللي انتوا عايزينه، اعملوا اللي انتوا عايزينه. لازم تجربوا وتشوفوا الدنيا هتمشي ازاي وهتقدروا تمشوا حياتكم ازاي وهكذا. واحنا في نفس الوقت في ظهركم، سواء احنا اهلها او اهل جوز بنتي في ظهرهم، اللي هو احنا معاكم بننصح بنرشد، وانتوا دوركم انتوا تخشوا بقى الحياه ديت وتشوفوا الدنيا هتعمل معاكم ايه وانتوا هتعملوا ايه مع الدنيا. فعشان كده انا بنصح الامهات والابهات اللي بيتدخلوا في حياه بناتهم واولادهم زياده عن اللزوم. ده بجد والله بيسبب مشكله، لا الزوج بعد كده ولا الزوجه بعد كده هيعرفوا يتحملوا مسؤوليه بيتهم. ده مش كده وبس، ده ممكن عند اي مشكله بسيطه بتقابلهم ما يعرفوش يحلوها، فينتهي بامر بحاجه كلنا كامهات او كلنا كابهات رافضين ان الحاجه دي تحصل. فمن فضلكم خلينا ان احنا مع اولادنا في ظهرهم نصح وارشاد بس، ما نتدخلش في حياتهم. ما نقولش لا المفروض تعملوا كذا، ما نقولش لا المفروض تقولوا كذا، لا.
زي ما احنا عشنا حياتنا وخدناها بكل اللي فيها، نسيب اولادنا هم كمان يعيشوا حياتهم ويخشوا كل التجارب، ما دام هما الاتنين بيحبوا بعض، وما دام هما الاتنين بيحترموا بعض، وما دام احنا على طول كده هو سند وظهر ليهم في اي نصيحة او اي ارشاد او اي حاجة، فهم ان شاء الله يقدروا يعدوا حاجات كتير. زي ما احنا اكيد كلنا ما كناش في بداية الحياة يعني زي اللي احنا فيه دلوقتي، لا، قابلتنا اوقات مشاكل، قابلتنا اوقات عقبات، بس الحمد لله الحمد لله كلنا كنا الحمد لله متربيين كويس، عارفين الصح من الغلط والحلال من الحرام، لاقيين اللي بينصحنا نصح كويس، اللي بيرشدنا ارشاد صح، وهكذا، ومشيت بينا الحياة. احنا مش عايزين كأمهات او ابهات نخش في حياة ولادنا ونتدخل فيها زيادة عن اللزوم، لدرجة ان احنا نبقى عبء، ان احنا نبقى لود عليهم، ونسبب لهم في مشاكل هم في غنى عنها لولا تدخلنا احنا في حياتهم. فيا ريت كده كل ام وكل اب يخلوا بالهم من اولادهم اللي اتجوزوا، ما تتدخلوش في حياة ولادكم، سيبوا ولادكم يعيشوا الحياة، سيبوهم يمروا بكل التجارب. انصح، انا بقولكش يعني سيبهم، لا، انا بقول انصح، ارشدهم، وفي نفس الوقت سيبهم بقى هم يخوضوا التجربة بتاعتهم، هم اللي يشوفوا احنا هنقدر نعمل ايه، ما نقدرش نعمل ايه، احنا الموقف ده هنتصرف فيه ازاي، او الموقف ده نقدر نتخطاه مع بعض ولا هنعمل ايه، وهكذا. دي كانت دردشة بسيطة كده في بعض المواقف او بعض الحاجات اللي انا شفتها قدامي، الام والاب اللي بيتدخلوا زيادة عن اللزوم في حياة اولادهم وبيسببوا لهم مشاكل كتيرة، كان لولا تدخلهم ده ما كانتش المشاكل دي كانت حصلت، وكانوا قدروا الحمد لله الحمد لله ان هم يتخطوا المشاكل ديت ويعدوها. زي ما بقول لكم تاني، زي ما احنا ايامنا كنا بنواجه مشاكل وعقبات، بس الحمد لله قدرنا نتخطاها. عايزين نرجع بدماغنا وبتفكيرنا وبذاكرتنا لورا، فهنلاقي ان احنا ياما قابلنا وياما شفنا، بس الحمد لله كان اهلنا دايما بيدونا النصح وبيدونا الارشاد وبيسيبونا بعد كده ان احنا نخش ونخوض. فياريت نفتكر اللي احنا اهلنا عملوه معانا ونعمله مع اولادنا، بلاش نتدخل في حياتهم ونعمل لهم ازمات، بلاش بلاش بلاش، لان الازمه دي في الاخر احنا هيكون لينا دور كبير جدا في حدوثها، لولا تدخلنا الخاطئ ما كانتش المشكله دي حصلت. ف يا ريت نخلي بالنا من اولادنا عشان ما نرجعش نقول احنا السبب في الزعل او في المشاكل اللي حصلت في حياة اولادنا اللي هم كانوا في غنى عنها. دي دردشة بسيطة حبيت اقولها، لان بجد انا شفت قدامي موقف ما كانش حلو، وكان نفسي اقعد مع الام دهيت واقول لها انت بوظتي حياة ابنك، وكان المفروض ما كنتش عملت كده. ابنك ما شاء الله انسان كويس، انسان صالح، كان يعرف هو ومراته يتخطوا المشكلة دهيت، لولا ان انت تدخلتي وزودتي المشكلة. ولادنا امانة، ربنا لما حط الجنة تحت اقدامنا حطها تحت اقدامنا عشان احنا بنحافظ على الامانة دي. شكرا يا حبيبي، سلام عليكم.